اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتتفتح بها الأرزاق وننال بها الرضوان وتجزيني بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ازيكم أغلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا من آخر فيديو قدمته. النهارده كده هنغير مع بعض العلف او العليقه للفراخ بتاعتنا. ما شاء الله النهارده داخلين معايا على شهر. طبعا انا كنت بديلهم العلف اللي هو النايم اللي هو تركيز 23%. النهارده هغيره لهم، بس هجيب لهم بقى العلف المتوسط. ثاني مش هجيب العلف اللي هو الخشن على طول عشان طبعا يعرفوا ياكلوا. قبل ما اغير العلف في خطوه لازم اعملها معاكم. طبعا قبل ما نغير العلف، لان طبعا تغيير العلف بيخلي الكتكوت برضو نموه بيقل، وكمان بيحصل له نزلات معويه، واليومين دول الجو وحش جدا. هنبدا نستخدم النهارده مع بعض الشريط ده. الشريط ده ب10 جنيه. الشريط دوت الفلاجين البشري، طبعا كلنا عارفينه للنزلات المعويه، كمان بينظف المعدة والأمعاء، وطبعا عشان نزلات البرد والعطس، وكمان بيخلي الفرخ النمو بتاعه يزيد. تعالوا كده. طبعا أنا مع قشاء الفراخ هاخد كده حبتين منه. معايا طبعا السقاية بتاعتي أنا غسلاها. السقاية دي بتاخد 2 رتل من المية، أحط فيها حبايتين. الحباية ديت 500 ملي. طبعا كنت تدقهم او ممكن تحطوهم كده، هم هيبوشوا دلوقتي في قلب الميه. النهارده كده انا جبت العلف اهوت، وهبدا كده اغير لهم العلف. هسقيهم الاول وبعد كده هنغير العلف. طبعا في ناس بتغير العلف اول ما الفرخ يتم 15 يوم عندها. ده بيكون مش غلط، لكن بيخلي الفرخ ينمو معانا بطريقه ضعيفه جدا او بطريقه بطيئه جدا. عندي ما شاء الله الفراخ كده هي فاضلهم يومين كده يتموا عند الشهر، والحمد لله زي ما انتم شايفينهم كده، لانهم كانوا تعبوا مني زي ما قلت لكم في اول الدور. بس الحمد لله الوصفات اللي انا عملتها من البيت، وكمان ان انا اهتميت بهم، فطبعا لحقتهم لانهم كانوا كتروا مني وكانوا دفنوا زياده عن اللازم. دي طبعا العليقه او العلف المتوسط، ده تركيز 21. بس طبعا انا جبت المتوسط علشان لو انا جبت الخشن مش هيعرفوا ياكلوها في الوقت ده. وهنا كده حطيت لهم السقايه. بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرخ انا معطشاه علشان اول ما ابدا احط الميه بالعلاج يبدا يشرب منها على طول ويستفاد منها. كمان الميه دي انا ما برميش منها حاجه خالص، لما بكون حاطه علاج في الميه، اذا كان جايباه من عند الصيدلي اللي هو البيطري، او ان انا جايباه من الصيدلي البشري، وما بحاولش ان انا ارمي بعيد عشان يستفادوا منها. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الديك عفو كبر، بدأ يبدأ معايا، ولسه الفرخ ما كملش شهر. طبعا الوصفات اللي احنا بنعملها دي وصفات جميلة جدا، ما شاء الله بتحافظ على الفرخ، وكمان بتقوي مناعته، بتزود كمان النمو بتاعه. كمان بنقدر ان احنا نحصنهم، علشان انتوا عارفين ان الشتاء بيكون طبعا الجو فيه مش مظبوط، وكمان الفراخ بتبدأ تكح وتعطس، وكمان بيحصل عندها نهجان. فطبعا المضادات الحيوية اللي احنا بنحطها دي مهمة جدا. كمان الأملاح المعدنية مهمة جدا. كمان كنت انا عاملة معاكم قبل كده مضاد سموم في البيت، هنعملهم قريب ان شاء الله تاني. طبعا بنوع لهم كده في الخلطات، ودايما ما بحطش المية من الحنفية، لأما بحط فيها أعشاب طبعا بتفيدهم، لأما أحط فيها الأملاح المعدنية، أو أحط كمان مضادات حيوية بشرية. بصراحة جميلة جدا ما شاء الله. الفراخ بتشرب لأنها كانت عطشانة. هبدأ دلوقتي بقى أحط لهم العلف. طبعا أوسع لهم، مش هحط بقى في الأكل عشان يعرفوا ياكلوا. هبدأ أحط لهم كده إيه على الصاج. بسم الله. كمان لو هم الفراخ عندك ما طلوش العلف المتوسط دوت، تقدري ان انت تحط لهم
جزء من المتوسط ده على جزء من العلف اللي هو النامي. نحط جزء من العلف اللي هو النامي علشان الفراخ ما يكرفش العلف مرة واحدة. ما شاء الله من أول مرة أحطه لهم هم بيبدأوا ياكلوه. وطبعا بحط لهم في صاج علشان لو نكشوا ما يرموش في الأرض خسارة، طبعا عشان يستفادوا من العلف ده. وانا هنعمل مع بعض ان شاء الله خلطات كده جميله جدا لتسمين الفراخ، وكمان لزياده نموها، وان الفراخ تبيض معايا بسرعه. الفراخ ديت نوعها بلدي هجين بياض وكمان فيوم بياض، يعني هو بيبقى فرق بينه وبين البلدي الهجين اللي هو اللحم بيبقى كتكوت ضعيف شويه، لكن الهجين اللي بيشيل لحم بيبقى كتكوت حجمه كبير. وكذلك برضك مع الفيوم. كمان ممكن تعملي مشروع من البيت جميل جدا، مشروع مربح جدا جدا، تربية الفراخ وكمان تربية جميع أنواع الطيور. إن شاء الله هنجيب مع بعض كده دورة فراخ وبط بإذن الله قريب. أتمنى إن انتوا تتابعوني كده وتشجعوني وبإذن الله نستفاد مع بعض. كمان دايما كده بنظبط لهم برضو الفرشة بتاعتهم اللي هما بيناموا عليها، حاطة تراب اللي هو التراب الرطش ده على تبن، طبعا بيدفيهم كده وبيدفي المكان. بس هما ما شاء الله يعني بقوا بيحافظوا على نفسهم، وحجمهم ما شاء الله بقى كويس جدا عن الأول أكيد يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله هما حجمهم مناسب. طبعا الدورة دي احنا لحقناها لأنها كانت زي ما قلت لكم كتمت مني وكانت خلاص باظت مني في الأول، بس الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني. والحمد لله إن هما وصلوا معايا للمرحلة دي. بس أنا طبعا بستعنى بهم وعلى طول نوديهم بالعلف وكمان بالأعشاب الطبيعية زي ما قلت لكم والخلطات. فعشان كده ما شاء الله قدرت إن أنا أحافظ عليهم في اليومين البرد اللي فاتوا. كمان كان الجو كان وحش جدا. طبعا هو العلف يكون خشن شويه وهم مستغربينه، بس هياكلوه. كمان انا حاطه في الصقر عشان لو نكشهم برجليهم ما يرموش على الارض، يقدروا ان هم ياكلوا كله ويستفادوا منه. دول كده واقفين بقى زي دلوقتي يتلموا كلهم على الصاج ويبداوا ان هم ياكلوا. طبعا انا ما بسيبش الاكل على طول قدامهم علشان الفرخ ما يزهقش، او كمان ان نفسه تتسد من لمة الاكل. اول ما بيفطرهم كده بقوم شايله الاكل خالص وبطلع لهم تاني العصر، وبطلع كده على بعد العشاء برضه بحط لهم شويه. ودي كان يومنا النهارده وحلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. لو استفدتوا منها حطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس على الكل. هو شريط فلاجين ب10 جنيه من الصيدليه، فلاجين بشري بإذن الله هيحسن من نمو الفرخ، وكمان مش هيخلي عنده أي نزلات معوية. كمان بيحافظ عليه جدا وبيخلي الفرخ معاكي ياكل ونفسه تكون مفتوح ما شاء الله، يعني جميل جدا في كل الأحوال. استودعكم الله الذي لا تضيع منه ودائعه. شكرا.